كتشوف دفاعات الخصوم وكتحاول انك تمرر، وكذلك التمركز ديالك كيكون جيد وعندنا تقنيات اللي هائله. جرايد الشباك فكاين واحد الاستجابه كبير في طريقه التعامل ديالهم مع مجريات المباراه، طريقه الاستغلال ديال التمركز ديالهم خصوص ساحات الشباك، يعني اللاعبه اللي كتحاول تاخذ كره في على هذا اللقب. طبعا كنظن على ان الناخب الوطني عارف بانه صحيح اننا واجهنا في النسخة الأخيرة، لكن كل مقابلة إلا ولها تفاصيلها الخاصة وإلا لها بعض النقاط بسيطة اللي ممكن تقلب الموازين. فالمنتخب النيجيري كيف ما ذكرتوا فهو منتخب اللي تعاقدت عليه مجموعة من اللاعبات، وكل مرة كانوا جودة ديال اللاعبات كيكونوا أفضل من السابقات ديالهم. فهو منتخب اللي ما تواجدش هنا أول مرة، بل كيشكل واحد السيرورة كبيرة تاريخية كتبرهن على أنه يوضع الأقدام ديالو ويبرهن على أنه كينتمي للكبار القاره الافريقيه. النتيجه ديال انا سامحني نقاطعك زين، نتابعوا هذه الاجواء الافريقيه الخاصه بالمنتخبات الافريقيه قبل دخول المواجهه هنا ونعود لمواصله مع منتخبات، رغم انه ما كتكونش نتيجه ايجابيه من بعد، ولكن المهم انه كيدخل المعطله بهذا الشكل. هذا هو المهم، ما يكونش نتيجه ايجابيه للمنتخب النيجيري، تكون صالحه للبوانت الافاس ان شاء الله. خليك زيد او الحارسه في بناء الهجمه او في الاستحواذ. فميشي تبعتها عن قرب، وكنت كنحضر التدريب في مركز محمد سيد بن معموره، فهي مثابره كتشتغل بجد، عندها دي كاليتي اللي ممتازين. اول شيء هو طول القامه ديالها، كذلك الفوز بالكرات العاليه. بهذا المبتغى وصلنا لاعبات، كافحنا تنافسنا وفي الاخير بلغنا الختام، ختام المشهد، مشهد الكاس، مشهد النهائي الخاص بكأس الأمم الأفريقية في واحدة من المباريات المثيرة. اليوم نلتقي، اليوم يتواصل الصراع، واليوم سيكون النهائي الكبير، أمسية كروية مرتقبة. نعم، تنبض بالحماس والتاريخ، يحتضن الملعب الأولمبي هنا بمدينة الرباط، نهائي استثنائي لكأس الأمم الأفريقية للسيدات، حيث واجه المنتخب الوطني المغربي النسوي نظير النيجيري في واحدة من المباريات التي تعد بكل عناصر الإثارة والتحدي أمام أنظار جماهير مغربية متعطشة للإنجاز. تسعى الأبواب الأطلس اليوم لكتابة فصل جديد من المجد والارتقاء بكرة القدم النسوية للقمة الإفريقية. متحديات واحد من المنتخبات القوية في القارة الإفريقية. اليوم الشغف، الإرادة، الطموح. هناك المئات خارج الملعب الأولمبي ينتظرون دخول المشاهدين الكرام أما الآن مشاهدينا الكرام نستمع لعزف النشيد الوطني المغربي.
حوار المرتقب بين المنتخب الوطني المغربي النسوي والمنتخب النيجيري. اعتقد بانه اليوم للمره الثانيه الوصول للنهائي، وايضا هذه الكأس التي نتمنى أن تكون مغربية وأن تبقى هنا نعم في المغرب، هنا بمدينة الرباط، هنا النظرة، هنا الجماهير، هنا أيضا المصافحة بين اللاعبات والطاقم التحكيمي وقبل لاعبات المنتخب النيجيري بكل روح رياضية في انتظار ضربة البداية للانتباه وللأسماء الأساسية بالنسبة للمنتخب النيجيري أو لاعبات النيجيريات. أعطيت انطلاقة المقابلة ما يهمنا هو لاعبات المنتخب الوطني المغربي. كل التوفيق كل التوفيق في هذه المشاركة النهائية التاريخية والتي نتمنى إن شاء الله بإذن الله والخطة الجانبية. دقائق الخمسة الأولى مهمة في كرة ثابتة والاختبار لمرمى الحارسة تشيراكا. سنتابع إثناء الشباك في محاولة لرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. 7 دقائق الأولى على انطلاقة اللقاء. طموح تسجيل مغربي وارد. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء وإلى بنسينا طول القمة. سلام سوري تسديدة تعود لسناء. التحضير للجهة اليمنى محاولة من جديد وتسديدة إلى خارج نقاط الملعب. رفقة نادي الاتحاد النسوي هناك في المملكة العربية السعودية. سقوط على رقعة الملعب، روح رياضية كبيرة ما بين وإذا لاعبة المنتخب النيجيري رشيدة أعجيبادي عميدة المنتخب النيجيري وتحترف بإسبانيا ضد فريق أتلتيكو. تلعبها في الدوريات الكبرى وتم أيضا الاستعداد من خلال هذا المدرب الذي وظف هذه اللاعبات ويبحث من أجل تحقيق مشاركة قوية. لذلك منتخب نيجيريا من المنتخبات الغير سهلة بالمرة، المنتخب صعب، ولاعبات المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله قادرة. كرة فرنسية تنفذ داخل منطقة الجزاء. خليل شربيشي تتمكن من إبعاد هذه الكرة. سبق لاعبات نيجيريات ولكن في آخر المطاف إلى خليل شربيشي. ممتاز تسجيل ساكنة أسرة. ممتاز طريقة باش روغات تمرير نجاة بدري تمرير دخول داخل منطقة الجزاء من جانب اللاعبة ابتسام فريدي. تعود مغربية فرصة لسه الشباك. كرة جول غيرها غزلان الشباك التي هزت الشباك. 1-0 هدف مغربي. 1-0 بتسديدة ممتازة مؤطرة في الشباك النيجيرية. 1-0 فرحة مغربية. اهتزت المدرجات. والتغطية الدفاعية. 14 دقيقة مرات نلعب الدقيقة 15. تركيز داخل منطقة الجزاء. تهيأ بهذه كيفية تسديدة خارج منطقة الجزاء ومباشرة إلى خارج ما يقع في رقعة الملعب. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. تهيأ بهذه الكيفية تسديدة من خارج منطقة اليمنى. حلاليك حال شختار كرة أمامية. فرصة التمرير في العمق. مطولة صوب السكينة وزرا ولم تغادر الكرة أمام أعين الحكم المساعد. سكينة ماذا تفعل؟ ترفع كرة داخل منطقة الجزاء. هنا التحضير، هنا التسديد من ابتسام جريدي لمسة اليد هكذا تقول داخل منطقة الجزاء، ولكن كتفضل أن ترجع الكرة للخلف. تلعب هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. محاولة تحضير. يلا سنة يلا سودي كرة في الجول. جول هدف ثاني مغربي. هدف ثاني لسلام سودي. هدف ثاني في النهائي. كرة مغربية بأحسن طريقة وبأحسن فنية. كرة مغربية نحو الحلم نواصل الطريق نحو التتويج. الطريق والبداية بهدف أول من عزلان الشباك والثاني من جانب لاعبة اسمها سلام سودي. هذا الهدف هدف ثاني ببداية قوية ولتحقيق الأمال النيجيرية. نافسنا وفي الأخير بلغنا لختام المشهد، وهذه الصورة للاعبات المنتخب النيجيري وهن يراقبن ما يحدث ما يقع. ابتسام يعني الجريدي اكيد انها ستبحث عن الحلول كما فعلت غزلان الشباك كما فعلت ايضا، ولكن تغطيه دفاعيه موجوده. كره من جانب لاعبات المنتخب النيجيري يبحثن عن الحلول. تابع هذه اللقطه وهذه المحاوله
ثم بعد ذلك شوفوا هنا الكرة العالية وبعد ذلك هذه التمريرة. لاحظوا اليد الثانية اليسرى والمسددة ستكون اوكورونيكو إيستاغ المحترفة في الديار الكندية فريق اف سي تورونتو. خديجة رميشي عندها من المؤهلات باش انها توقف هذه الكرة. نتمناو ذلك. لما لا؟ يلا خديجة، جوج ديال الاهداف مقابل لا شيء. ضربة جزاء تحضر في هذا الوقت بالذات. عندها تخوف، تحاول ان تركز. خديجة رميشي يلا للتصدي ولكن يتم تسجيل هذا الهدف، هدفين مقابل هدف واحد. لاعب اليمنى تمرير عند ساكنة أزراوي. ساكنة كتدخل داخل منطقة الجزاء. مراوغة، فرصة، تمريرات تسديدة صوب الحارسة. هذه المحاولات اللي بغينا. انسلال عزيز رباح في محاولة الوقوف أمام هذه العملية الهجومية. صعيبة هذه الكرة، صعيبة هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. وهدف التعديل، هدف التعديل. كرة بدخول داخل منطقة الجزاء. يتم تسجيل الهدف عن طريق اللاعبة فرشة. نويلة بنزينة تنتظر عزيز الرباح والبقية. صعود لاعبات المنتخب الوطني داخل منطقة الجزاء. هناك تغيير في صفوف المنتخب النيجيري على ما يبدو. سنراقب. لا، سيستأنف اللقاء. إذا كرة تلفى داخل منطقة الجزاء. تحضير إخراج هذه الكرة. ساكنة وزراوي. التسديد ساكنة وزراوي. مراوغة الجهة اليسرى. إيمان سعود مراوغة لاعبتين. فرصة مواتية، تسديدة ولكن غزلان الشباك تنفذ أرضية. زينب الرضواني ترفع كرة داخل منطقة الجزاء. كرة تنفذ، محاولة من جديد. التسديد، ضربة جزاء مغربية. لمسات الكرة يد لاعبة المنتخب النيجيري. احتجاج نيجيري ولكن لم تتردد الناميبية. حكمت مواجهة اليوم للإعلان عن ضربة جزاء. كانت لقطة، سنتابع الإعادة. القرار كان بدون تردد. نتابع هنا إيمان سعود، هنا المحاولة، هنا اللمسة، وهنا مرة أخرى. نعم، واضحة لمسة وضربة جزاء نحو كرة المباراة، كرة البطولة. كل التوفيق. لحظة تحبس الأنفاس. عميدة المنتخب الوطني المغربي غزلان الشباك في تركيز. في مواجهة تشياماكا نادوسي حارسة مرمى اف سي باري الفرنسي. غزلان الشباك لحظة تركيز الصافرة من الحكم الناميبية نحو المستطيل الأخضر. راقبت ما حدث، إشارة الفار، وتلغي مشروعية ضربة الجزاء. لاحظوا هنا، هذه اللقطة حكمت اللقاء لها رأي آخر على أنه ليست بضربة جزاء. شوف كيف تفاعلت مع اللاعبة. كرة ثابتة تنفذ داخل منطقة الجزاء، وهدف للاعبات المنتخب النيجيري. يعني غريب أن نشاهد